هلا ومرحب حبايب قلبي، حياكم الله. اليوم مقطع جديد معاكم اخوكم عبد الرحمن. اليوم انا رايح السوق، عندي كم شغله ان شاء الله راح اخلصها وقلت اخذكم معي ويلا بينا. حبايب قلبي هاي طلعت من عند الدكتور. كنت مخربط افكر موعدي اليوم، لكن للاسف طلع موعدي يوم الثلاثاء، وانا في كل فكري انه اليوم الموعد تبعي. للاسف اضطريت اني ارحل من عند الدكتور. هذا لما تكون راسك مليان وما قاعد تكتب ولا تجدول ايامك ولا تجدول مواعيدك، فبقى نصيحه مني لكم: جدولوا مواعيدكم ولا تنسون المواعيد ولا تصيرون مثلي. اليوم معاي حبيب قلبي ابراهيم، صديقي وصاحبي ابو خليل الغالي. قررنا انه نعمل لنا فتله بالسوق، فتله صغيره. أنا دخلت محل أثاث، وأنا ما صار لي فترة منتقل على البيت الجديد، لسه غرفة القعدة ما خلصتها، لسه بعد ناقصنا مكتب. وهم سؤال مني لكم: اللي يفهم بهيج أمور واللي عنده تصميم يقدر يخبرنا ويفيدنا بيه. حبايب قلبي، شيء يعجبكم تقدر تكتبوا لي بالتعليقات إذا أي شيء يعجبكم. عندهم شغلات جميلة ان شاء الله. بعدين اصور لكم البيت واقول لكم واخذ رايكم. اكيد لقينا شيء جميل هين، ما ادري هو شنو، جمل صغير وعلاقة مفاتيح شكله او حاجه زي هيك، يعني ما ندري شنو. انا قررت راح انتقل هين على الفيو الجميل، راح اسوي مكتبنا ان شاء الله هين، ونقعد نمنتج انا وياكم هين، نمنتج مع بعض. شوفوا الفيو الجميل هين قلب المدينه. نحن راح نبقى هين يعني. ايش رايك بالمكتب ابو خليل؟ والله شغله مكتب جميل. خلاص انتقلنا هين. والله يا جماعه للاسف ما لقيت الشيء اللي يعجبني بالنسبه للمكاتب، يعني هين ما شفت مكاتب. بي شغلات للمطبخ كثير، غرفة القعدة بي شغلات زاد، بس انه للمطبخ ما لقيت، للغرفة سوري يعني للمكتب ما لقيت شيء. لازم نروح على غير محل، لكن خلص ان شاء الله غير يوم وراح اخذكم معي. شو السعر؟ سعرها ما ادري والله. يكتبون هذا لا السعر والله ما ادري. هين السعر، هذا السعر يا جماعة. هاي سعرها 1000 وتقريبا 700 يورو على هاي الكنباية. اقول يا ابوي طلعنا على هلنا يا ابوي، على هلنا. انا على الشغل عن جد هي شغله بكرهها، مجبر على شيء انه ما بدي اعمله، اما لما بكون بالبيت يعني بتغير. طبعا يا جماعه قاعد نحكي عن موضوع الشغل شويه. الاخ عنده شوي مشاكل بالشغل قاعد نحكي عنها. هين يا جماعه اخدم نفسك بنفسك، ما ابي حدا يخدم عليك يعني. حبيت اشارك معاكم الموضوع. حكينا شوي دردشنا عن مواضيع ثانيه، لكن في موضوع جدلي، موضوع اللغة العربية. أنا أحسها وبي كثير ناس يعني يمكن تأيدني بهالفكرة إنه اللغة العربية شوي قاعد تتهمش. بس إنه الموضوع صار أكبر من سالفة إنه يمارس لغة أو يتعلم لغة. أبو الياس عليك السلام والرحمة، حياك الله. كده هسه الكل مستغرب انه انا بالبيت وقاعد اصور. طلعت البارح اقطع التصوير بسبب اجاني اتصال من احد الاصدقاء وقال لي عبد لازم تجي فورا. ورحت لانه صاحبي بالمشفى كان صارت له وعكة صحية، ورحت للمشفى قطعت كل شيء، وقفت التصوير
اخذت كل شيء ومشيت فورا. احب اعتذر لكم يعني عن هالربطه بالفيديو، والحمد لله يعني صاحبي اموره طيبه ووضعه احسن الحمد والشكر لله. ان شاء الله ربي يحفظكم ويبعد عنكم كل شر وتكونوا دائما بصحه وبسلامه وبخير ان شاء الله. زياده حبتين لموضوع اللي حكيت بيه انه اللغة العربية يعني تتهمش، يعني هل انتم تتوافقون معي انه لولا الشريعة الاسلامية ما حدا يتكلم لغة عربية؟ يمكن اصلا نحن بالاساس ما نحكي عربي ولا نتكلم عربي، هذه كلها لهجات عربية، لهجات مستدرجة من اللغة العربية إذا صح الصحيح. يعني احنا ما نستخدم اللغة العربية الأصيلة طبعا إلا وقت الصلاة، يعني إلا وقت الصلوات ووقت الدعاء ووقت كل شيء يتعلق بالدين. يعني أعتقد غير هيك ما نتكلم عربي نحن لغة عربية. وبالعلامة هسه لهجتي هذه يعني ما هي لهجة لغة عربية 100%، هي عبارة عن لهجة مستدرجة أو مستوحاة من اللغة العربية. مع مرور الزمن صارت تستدرج يعني تستنتج من اللغة العربية الأصيلة، واللغة العربية الأصيلة شوي شوي جعلت تنمحي نوعا ما. الشعوب العربية أحس يعني نحن صايبنا كسل، نحب نختصر كثير، يعني نختصر بالكلام، نختصر باللغة، نمكس العربي مع الإنجليزي، نمكس العربي مع أي لغة ثانية نعرفها، نحب نجلد الجملة جلد. وبالنهاية أنا ما أنتقد حدا، أنا ماني ضد أي حدا. أتمنى يعني أنتم ايش عندكم آراء باتجاه الموضوع، اكتب رأيك جوا، خلينا نستفيد من بعض. وهسه وصلنا لفقرة نهاية الفيديو حبايب، إن شاء الله نكون عيلة جميلة وأخوان وخوات. من هسه تنزلين أو تنزل تكبس السبسكرايب، تضغط عليها، تدوس عليها، تفجر امها، دوس اللي بجنبها اشارة الجرس، لا تنساها، ترسل المقطع بالواتساب، بالجروبات، بالفيسبوك، ولا تنسى اللايك. والسلام.